دينا، في رأيك ايه اكتر انمي مظلوم؟ بالله عليك يا دينا تقولي لنا ايه اكتر انمي مظلوم، عشان خاطر كل حاجة حلوة يا دينا تقولي لنا ايه اكتر انمي مظلوم. اكتر الاسئلة اللي بتجيلي يا دينا قولي لنا ايه اكتر انمي مظلوم. فانا جيت في دماغي قلت كده، اصل انا هقول كام انمي، يعني واحد اتنين. فكرت نعكس الموضوع واسألكوا انتوا ايه اكتر انمي مظلوم. بانكاي. السلام عليكم، انا اسمي دينا وبقدم محتوى انمي. لاول مره تشوفني كمل الفيديو للاخر، لو عجبك هتبقى حاجه حلوه جدا لو اشتركت معانا في القناه وعملت سبسكرايب. وقبل ما تخرج يا ريت يا ريت ما تنساش تضغط زر اللايك. يلا نبدا. سالت صحابي الحلوين على الانستجرام وعلى اليوتيوب ايه اكتر انمي انت شايفه مظلوم وليه. طبعا صحابي الحلوين ده اسم البودكاست بتاعي على الانستجرام، لو انت لسه مش مشترك على الانستجرام هتلاقي اللينك بتاع الاكونت بتاعي تحت ويا ريت تدخل تشترك. جمعت شوية إجابات اللي أقدر عليها، وبعتذر طبعا للناس اللي مش هقدر أظهرها، وهحاول بقدر الإمكان إن كله يظهر معايا ونشوف آرائكم إيه مع أكتر أنمي مظلوم وليه. طيب، نوار أرت دكتور ستون، بداية حلوة. بداية حلوة لأن أنا من قبل ما أعيش في حياتي أنا عمالة بصيح يا جماعة بقولكوا دكتور ستون مظلوم. أنا مش عارفة إزاي الأنمي اللي منزل كذا جزء وكلهم حلوين وتقريبا فيلم جامد كله جامد ومحدش بيتكلم عليه ولا بيطبل له. زد 1 2 3 بلاك كلوفر. اتفق جدا جدا جدا، بلاك كلوفر مظلوم. واللي ظلموا صوت استا في الاول كان فيه مشكله وكان عمال يجعر فالناس اتضايقت فمشيت وسابته، وبعدين الناس تقول لك مش عارف ايه، ويونو زوجة الكاتب وهاري كده، فبجد هو مظلوم جدا. وفي فايتات حلوه وفي شخصيات حلوه، اتمنى يا رب انه يرجع يكمل. نجمنا نجم اليوتيوب ايجي اوتاكو بيقول ديث بريد. طبعا ديث بريد انا حطاه في الانميات اللي هرشحها لكم الفتره الجايه، اللي هي انميات قصيره. هو غير مناسب طبعا للاطفال ولا للناس الصغيره، بس هو في كميه فلسفه وعمق للنفس البشريه وهري كده، يعني بجد هو حلو قوي قوي ومحدش بيتكلم عليه. انا بالنسبه لي برضو من افضل الانميات القصيره. ايا سليم ارب اوتاكو يونيفرس. مفيش، كله واخد حقه، احنا المظلومين. في ايه يا آية؟ في ايه؟ مش ناقص. في ايه؟ في آية برضو تانية بتقول بلاك كلوفر. صح. انا عايزه اعمل عداد بقى، انا هشوف لو في انميات بتتكرر نشوف بلاك كلوفر اتقال قد ايه، دكتور ستون اتقال قد ايه، الكلام ده عشان نعرف في الاخر مين اللي اكتر انمي مظلوم. الطفيليات ودورورو، انميات قديمه ما حدش عارفها الا قليل، بس والتطبيل عليها قليل جدا. طبعا احترم رايك جدا، انا عندي بس مشكله في الاثنين، انا ما بحبهمش لا بحب باراسايت ولا احب دورورو. طبعا مع احترامي ليهم، هم انميات على فكره جامده جدا وانميات قصيره انا ارشحها للناس، يعني لو عايزه ارشح انميات هرشح للناس الحاجات دي، بس انا ما بحبهمش. الكلاب الضالة اتوقع اسمه كذا، اللي هو بانجو ستري دوجز، ما شفتوش بس بسمع ان فيه كذا شخصيه كويسه جدا. دازي طبعا اسمه دازاي. فاعتقد ان انا لازم اشوفه، هو في الليسته يعني. ذا برنس اوف تنس، علياء بتقول برنس اوف تنس. بحب التنس جدا، ويعني انا مش فاكره هو ده اللي كان بيجي على سبيستون. دكتور ستون الناس شايفينه انمي كله عن العلوم بس. نو مورياتي انمي حلو، مزيج من طلب الحريه والتحقيقات بعد ما اخذ حقه، ما خدش حقه اعلاميا لهيك من شهر. مورياتي برضو من الانميات اللي انا هتجنن واشوفها، يعني انا مش فاهمه اعمل ايه، يعني مثلا اخلي الانميات تجري ورايا بالليل عشان اشوفها. طوكيو ريفنجرز ودكتور ستون. في السحر دكتور ستون يا شباب، اول مره حد يذكر طوكيو ريفنجرز. في ناس كتير قوي ما بتحبش طوكيو ريفنجرز، انا مش عارفه ليه بصراحه. في ناس مشخصناها مع طوكيو ريفنجرز، انا مش عارفه ليه. هو ممكن ما يعجبكش بس يعني ليه عاملين فيه كده؟ لا هو يستحق اكتر بكتير قوي من اللي هو فيه بصراحه. مازن اشرف المحقق كونان. بس اعتقد كونان مش مظلوم، هو كونان اللي ظلمه طول الحلقات، لكن مفيش حد اوتاكو مش عارف كونان. مفيش حد اوتاكو مش ممكن يتفرج على حلقه كونان ويفتحها ويتفرج ويبقى يعني ملم شويه بالاحداث. فكونان يعني يستحق فعلا اكتر من كده. بلاك كلوفر حلو وجامد وما اتشهرش قد ما هو حلو، اتفق جدا. المحقق كونان ما حد حكى عنه وانا بحبه وانا كمان بموت فيه. ديس نوت. طب ديس نوت مظلوم ازاي يعني؟ ده اي حد بيعدي عايز يدخل بوابة الانمي خد ديس نوت، لا ازاي يعني؟ ندى بتقول طوكيو ريفنجرز كتير حلو ومليان اكشن. مليان اكشن ومليان مشاعر ومليان الموسيقى حلوه، انا مش عارفه يبقى احنا كده تقريبا. انا العداد شغال عشان انا هحسب وانا بعمل مونتاج، مش عارفه بقى مين كام. هاي كيو. ليه هاي كيو ده؟ يعني ليه هاي كيو ده؟ ليه هيصه جامده مظلوم؟ ليه هاي كيو ما حلو. نيفرلاند اتفق جدا. اللي خلى نيفرلاند يتظلم سوء مستوى الجزء الثاني والانحراف عن المانجا، فادت ان الاتنين يقعوا للاسف، وهو كان يستحق افضل من كده بكتير. بلاك كلوفر وقاتل الشياطين. ساره، قاتل الشياطين مظلوم في ايه يا ساره؟
ده يعني مكتسح العالم، ده رقم 1 في اليابان. لمّا عملنا الفيديو بتاع مين أفضل أنمي في اليابان هو رقم 1. كل حاجة بتاعته، كوسبلايهاته، الألعاب وكل حاجته موجودة. ليه يعني الشياطين قاتل الشياطين مظلوم إزاي؟ هانتر إكس هانتر باحس كان مشهور بس الكل هلأ نسي مع إنه كان كتير حلو. انسحاب الكاتب ربنا يشفيه، توجاشي طلع عيان جدًا وما بيقدرش يروح الحمام ومشاكل كتيرة جدًا. هو ده يعني من وجهة نظري ممكن يكون خلّى هانتر مظلوم، بس هانتر كده أيقونة في عالم الأنمي. أماني شريف أتاك أون تايتن مظلوم إزاي؟ إزاي أتاك مظلوم؟ إزاي أتاك مظلوم؟ دكتور ستون أنمي حلو ورائع وجميل ومفيد وفكرته حلوة، للأسف مش واخد حقه من التطبيل. من وجهة نظري هاناكو كان. إيه هاناكو كان ده؟ أنا معرفوش. نسرش على إيه هاناكو كان ده. عرفته أيوه هاناكو كان المقيد بالمرحاض، هو ده اسمه. طيب إيه نظامه بقى في المشاهد؟ مش عارفة هل في مشاهد ولا لأ، أنا ما عرفتش عنه وحتى مش حاطاه في الأنميات اللي أنا عايزة أتفرج عليها، بس نشوفه. أنمي رياضي عن سباق الدراجات. الأنمي فيه دراما حلوة وقصة كويسة وحماس عالي. لما بكون باكل سندوتش بالليل بتعشى دايما بفتح سبيستون الاقيه شغال وعمالين يجروا بالعجل. مش عارفة هل أنا بسألك يعني أو بسأل نادر بسألك يا نادر، هل في ملل؟ أنا حاسة إن احنا عمالين نركب العجلة على طول، مش عارفة بس طبعا أنت بتقول عليه مظلوم. نشوفه. أنمي هاناكو كان برضو تاني كده صوتين لأنمي هاناكو كان. وان بيس وقتل الشياطين. واو فانتاستيك. طبعا ايه احنا هنا بقى طبعا ده هزار وان بيس وقتل الشياطين مظلومين. يا كنتي مظلومين انت الاتنين. كود جياس. في ناس شايفه ان كود جياس مظلوم، انا صراحه شفت الجزئين ما فهمتش حاجه. يمكن بالنسبه لي رانجا كريمزون لان حكايته جميله ويستحق شهره اكبر. بصراحه ما اعرفوش فيلا نسرش. انا عامله اصلا الفيديو ده عشان اطلع بانميات جديده. انا بقول لكم راجنا القصة بتاعته تقريبا صفحة ونص، فده هنحطه في القائمة بتاعتي مادام انتوا بتقولوا عليه مظلوم. حاسس عند العرب بليتش مش واخد حقه. ناخد بقى شوية من اليوتيوب. ديث بريد زي ما يجي قال. ولا مرة أحد قرأ تعليقي أديني قرأته. بورتو صح، انت صح. بورتو ايوه كده، بورتو مظلوم طبعا نتيجه ان هو انمي مش منشق من انمي مشهور جدا زي ناروتو. الناس مش متقبله الواد ده عاق، ده مش عارفه عمل ايه في ابوه، بس بورتو يستحق افضل من كده بصراحه. انمي حماسي جدا ومشهور اسمه مونو نانا معرفوش برضو بصراحه. دكتور ستون. انا عرفت تقريبا كده مين اللي في اخر الفيديو يبقى يطلع اكتر انمي مظلوم. فصل الاغتيال صح جدا. يوميات الصيدلانية اتفق، هو بس غير مناسب للاطفال او الصغيرين بلاش يتفرجوا عليه، بس هو كأنمي حلو. الحلقة الزمنية السبعة حلو بس احس قليل مشاهداته. انا ايه الانمي الحلقة الزمنية السبعة ده؟ لو كتبنا بالعربي هيجي الحلقة الزمنية السبعة. ايوه ده عندي ده عندي في القائمة اللي انا عايزة اشوفها برضو. مورياتي يستحق شهرة اكتر من كده. ماشي. كروكونو باسكت احسه مظلوم مع ان القصه والرسم حلو، بحبه قوي. كروكونو باسكت حلو قوي ونهايته حلوه قوي. دكتور ستون انمي قديم بس هو دخلني عالم الاوتاكو. بلاك كات ده كان بيجي على سبيستون. اوكي. بصراحه بوروتو لان كل مش راضي يقتنع ان خلاص ناروتو مبقاش البطل، بس اقسم بالله المانجا وانمي بوروتو جامدين جدا. اتفق جدا يا تانجيرو كان معاك. فايلت ايفرجاردن صح. انا اول مره اشارك في التعليقات بس بحبك جدا. شكرا يا محمد. وبالنسبه لي هو انمي ذا برنس اوف تنس. كونان هو الحب والباقي فوتوشوب. حلو يا حمزه. فاحنا تقريبا يعني بخضم الكلام اللي احنا حاولت اقرا كميه يا جماعه كومنتات عشان احاول كلكم تظهروا، وحتى لو ما قريتش انا ممكن احط شويه حاجات هنا نشوف الناس تظهر معانا. واضح الناس متفقه على دكتور ستون ان هو اكتر انمي مظلوم معانا. طب ما دام انتم متفقين ان هو مظلوم يا شباب ظالمينه ليه؟ بجد انمي لما بينزل انا ببقى مستمتعه جدا ومستنياه. للاسف المانجا خلصت وخلاص. الانمي هيتعمل برضو الجزء الاخير هيبقى على جزئين وهننتهي خالص. فدكتور ستون يستحق فعلا اكتر من كده. بشكر كل الناس اللي شاركوا معايا سواء على الانستجرام او على اليوتيوب. ولو ما ظهرتش المره دي ان شاء الله اوعدك باذن الله تظهر المره الجايه. احنا عندنا سلسله اسمها سالت المتابعين. انا هسالكم، انا ماليش في حاجه غير ان اسالكم. لو وصلت لغايه دلوقتي ومكمل معايا الفيديو بشكرك جدا، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير.